حتة على الطاير. وصلتني معلومة إن الناس في الجبلاية عايزين يرادوا واحد من رجالتهم بعد ما مشي من حتة كان بيشتغل فيها، فقالوا يعملوا بودكاست يبقى هو اللي مسؤول عنه وياخد أجر رمزي 60,000 جنيه بس في الشهر. حاجة يعني منجع ويس على الآخر. أنا طبعا ما صدقتش خالص وقلت لا مش معقول، الاتحاد عمره ما يمشيها مجاملات أبدا. ده رئيس الاتحاد أكيد مش هيعمل كده لأن في شركة راعية، فمش هينفع مثلا إنه يستضيف لعيبة المنتخب أو أي حد من الأجهزة الفنية للمنتخبات. كمان اكيد اعضاء الاتحاد مش فاضيين، عندهم مشاغل كتير بعد المنتخبات اللي عماله تزيد كل شويه في عددها. يعني عندنا مثلا منتخب اول مكرر او منتخب موازي ايا كان اسمه. كمان الاتحاد معقوله يدفع 60,000 جنيه؟ ده الاتحاد بيدفع بدلات الحكام بدون الدرجه الرابعه طبعا، ورواتب موظفين الاتحاد، ورواتب اللجان الفنيه اللي مش هتكلم عنها المره دي والارقام بتاعتها، ورواتب الاجهزه الفنيه للمنتخبات. ده كفايه المنتخب الاول بيدفعوا فيه اجر 2 مخططين احمال، واحد برازيلي والتاني ارجنتيني. ده كمان الاتحاد لسه دافع ثمن العربيه الجديده للمدير التنفيذي اللي ساكن على بعد 5 دقائق من الاتحاد. ده غير انهم زودوا مرتبه. والله الله يكون في عون الاتحاد، ده هيلاقيها منين ولا منين؟ يا ريت حد بقى يطلع ويصلح لنا المعلومه ويوضح للناس.